السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام من قناتكم المفضلة حقائق وأرقام وبرنامج أخبار الأهلي. النادي الأهلي معسكر مغلق كأس العالم للأندية، كلكم عارفين المباريات هتنذاع على MBC مصر طبعا اون تايم، محدش هيشاهدها بإذن الله، وأتمنى من جمهور النادي الأهلي ما يشاهدهاش لأسباب هنتكلم عليها فيما بعد. ريبيرو بيوضع النادي الأهلي على الطريق الصحيح. النهارده المحاضرة الصباحية بتاعته بيتكلم على تقفيل المساحات على انتر ميامي، عايز يقفل المساحات على انتر ميامي خلاص. ده مش هنقدر نحكم عليه برضو إلا بعد مرور شهرين. اتكلمت في كذا فيديو وقلنا ريبيرو محدش هيعرف يحكم عليه الا قبل شهرين، وهو حاليا بيعمل طفره كبيره في النادي الاهلي. الراجل شغال شغل صح، شغال نفسي، شغال بدني، شغال خططي، شغال تكنيك في الملعب. كل اللعيبه عنده رقم واحد لو هتنفذ تعليماتي، انت رقم واحد لو هتنفذ تعليماتي. ده جزء التدريب واللي هيبدا ان شاء الله، والتشكيل اللي هيبدا بيه مباراه انتر ميامي الافتتاحيه اللي ان شاء الله هتكون بكره الساعه 3 الفجر امام انتر ميامي. كابتن خوسيه ريبيرو متمسك بحمدي فتحي. النادي الاهلي بصدد ارسال عقد لنادي النادي القطري بتاع حمدي فتحي، يا هيكون بيع نهائي، وفي الحالة دي هيكون أعلى مرتب للاعب مصري في النادي الأهلي أو في الكرة المصرية أو في الدوري المصري، أو إعارة لمدة سنة هتبدأ إن شاء الله من بداية الموسم. طبعا أنتوا عارفين إن حمدي فتحي إعارة لمدة شهر واحد في كأس العالم. ريبيرو أبدأ إعجابه باللاعب. النادي الأهلي بعد كأس العالم هيبعت عرض، هينتهي كل حاجة. الكابتن الخطيب بتليفون هينهي الصفقة تماما بإذن الله. قلت لكم قبل كده صفقة العش خلاص اتفعلت، بيع نهائي. فيها حاجة واحدة بس ومش هتسمعها في الإعلام ولا عندي، لا في الإعلام ولا عندي. الأرقام اللي هتسمعها في الإعلام مش صحيحة. مش صحيحة. النادي الأهلي كان شرطه الصفقة هتكون سرية. كده مصطفى العش مع النادي الأهلي فعل بند الشراء. حمدي فتحي بإذن الله خلاص مش هيرجع النادي القطري. في حاجة، لجنة التظلمات أصدرت قرار بمعاقبة النادي الأهلي بغرامة 3 مليون دولار لعدم لعبه مباراة نادي الزمالك. بجد أنا حزين. هو مين اللي بيدير اتحاد الكورة؟ مين اللي بيدير رابطة الأندية؟ أنت بتقول في قرارك خسارة في الدعاية والرعاية اللي كانت هتحصل في المباراة. يعني كده انت بتقول ان كل مباراة في الدوري المصري بتتكلف بإيراداتها 150 مليون. هو نادي الأهلي بقى مباح بالطريقة دي؟ يعني فلوسه بقت مباحة؟ هو احنا بناخد من الناجح وندي الفاشل؟ انا ممكن الناس تزعل مني، وانا ناخد من الناجح وندي الفاشل؟ طب تيجي ازاي؟ يعني هو يعني المفروض ان انا الفريق الناجح بقف جنبه بدعمه. يعني لما يكون في تصريح بالكابتن والاعلامي فتحي سند عن التوقف الدولي، طب انت ما قلتش ليه ان في التوقف الدولي ومفيش لعب مباريات وانجلترا بتلعب وده بيلعب ما اتكلمتش ليه في قبل مباراه كاس مصر؟
بين الزمالك وبيراميدز، كانت في الاجنده الدوليه برضه في التوقف الدولي. هو كل حاجه عند النادي الاهلي بتيجي يتعمل فيها دروب، كل حاجه في النادي الاهلي بتتبلور ويبورها اعلام قناه مودرن سبورت اللي 99% من الاهلاويه على خلاف حاد او مش خلاف حاد، يعني مش بيشاهدوا قناه اون تايم سبورت لما يبدر منها. انا بقيتش فاهمها، انا كواحد بسمعها او كنت بتابع قناه اون سبورت وبسمعها عشان الماتشات بس اللي بتتذاع عليها، فمش عارفين يعني. كل مادة بنطلع ونقول عايزين نقف. الاعلام والله دي رساله، انت اطلع قول كلمه حق، واللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. انا النهارده مش هطلع على القناه ونافق، لا انا عايز من ده ولا عايز من ده. انها النهارده لما يتغرم النادي الاهلي حوالي 150 مليون 150 مليون مصري، يعني انت بتعاقبه عشان هو ناجح وعشان خاطر عشان هو بيسافر بيلعب في محافل دوليه. انت النهارده لو هتتكلم 99 او 90% من قوام منتخب مصر النادي الاهلي، 90% من قوام منتخب مصر هو النادي الاهلي. فكابتن فتحي سند عيب التصريح يطلع من حد زي حضرتك، تصريح خانق جدا. التصريح ده والكلمات اللي فيه خانت التعبير بتاعك. انا اتكلمت يمكن اول واحد طلعت وباركت لنادي بيراميدز وصوله البطوله الافريقيه الاولى في تاريخه، وقلت هي داخله مصر. اي فريق من ال 21 بتوع الدوري بيلعب في الدوري الممتاز هيلعب في اي بطوله افريقيه او اي بطوله بره، ده بيمثل مصر. ده بنزعل ليه؟ احنا بجد بنزعل ليه؟ انا طلعت وباركت النادي بيراميدز اول بطوله، لو خدها صن داونز وخسر بيراميدز هتروح جنوب افريقيا. انا استفدت ايه؟ انا كمصري استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. فكميه الاعلام اللي بتطلع دلوقتي والتصريحات بصراحه غريبه، كميه التصريحات غريبه. النادي الاهلي في كاس العالم للانديه النسخه الاولى بمشاركه 32 فريق، النادي الاهلي بيمثل مصر. السنه الجايه هيبقى 2 من مصر بيمثلوا مصر، النادي الاهلي وبيراميدز. هيبقى ناديين مصريين هيقولوا النادي بيراميدز المصري، النادي الاهلي المصري، والزمالك هيشارك في الكونفدراليه هيقول الزمالك المصري. مش هنقول الزمالك الاسرائيلي او الاهلي الاسرائيلي او بيراميدز الاسرائيلي، لا، كل الانديه دي بتصب في مصر، البطولات تحسب لمصر. فيا ريت، انا بتكلم في الموضوع ده كتير اقسم بالله، بتكلم فيه كتير لدرجه فظيعه. انت بقيت في الشارع دلوقتي لو هتناقش حد زملكاوي بيزعل او تلاقيه بيقول لك لا ده النادي الاهلي هو اللي بيعمل، هو خلاص. الاعلام بتاع نادي الزمالك والكابتن احمد حسام ميدو والكابتن حسين لبيب واخيرا الكابتن هاني حسين او هاني شكري اللي طلع وغلط في جمهور نادي الاهلي. فين لجنه الانضباط من الكلام ده؟ فين لجنه الانضباط؟ احنا وصلنا الكوره دي محدش يا جدعان بيشوفها، كبار سن بس يعرف الصح والغلط، في اطفال بتشوفها، في ستات بتشوفها، اختي اختك، مراتي ومراتك، امي وامك، كله بيشاهد. لما بيسمع الفاظ زي دي، لما يبص يلاقي الكوره او الرياضه في مصر اتقلبت اهلي زمالك بيراميدز، والاعلام دلوقتي يطلع يبث افكار وسموم، مش هينفع. ولو على بس الافكار والسموم، لا مش هطلع اركب ترند انا عشان بس لسه حد داخل في القناه كتب لي تعليق انا مش هقدر اقوله عشان اتكلمت وقلت ان الزمالك المفروض مجلس الاداره يقدم استقالته. وفعلا
الزمالك بيضيع، الزمالك خلاص في النهايه. انت باصص لفريق معمول ل7 سنين بياخد ابطال دوري الابطال، انت ليك 24 سنه 25 سنه بتقول دوري الابطال، بتقول السادسه يا زمالك. وللاسف هو كان مين في المدرجات؟ جمهورك كان في المدرجات، جمهور نادي الزمالك. وانا ما اتكلمتش لا. وكان نفسي جمهور نادي الاهلي يطلع ويروح جمهور الاسماعيلي، لان دي بطوله افريقيه بتتلعب في مصر، نادي مصر اللي هيفوز بيها. لا اله الا الله. مش عارف والله، انا بجد يعني في الموضوع ده تعبت نفسيا. تلاقي لعيبه معتزله بتطلع تقول كلام والله ما انزل الله به من سلطان. انا مش عارف الاعلام اللي بيقعد قاعد قدامه كل اسئلته اتجاهها ان انت تسيء للاهلي وتمجد في نادي الزمالك. انت مجد في الفريق اللي انت بتشجعه، مجد فيه براحتك. نادي الزمالك نادي كبير، تاني اكبر فريق في افريقيا. نادي الزمالك مش محتاجك ان انت اللي تكبره. انت شوف سلبيات نادي الزمالك ايه، اللي بيحصل في نادي الزمالك ايه. شوف المستشار مرتضى منصور النهارده رفع قضيه وعامل مؤتمر صحفي عشان اهدار 6 مليون ونص من صفقه احمد سيد زيزو. طلع المتحدث بنادي الزمالك وطلع الكابتن احمد حسام ميدو اتكلم، قال لك لا، كلام زيزو كذب. رئيس نادي نيوم طلع كذبهم. احنا وصلنا لفين؟ وصلنا انا بطلع اتكلم في الاعلام ببث سموم وافكار لجماهير عشان اخد ترند والنادي يولع. انت خسرنا 6 مليون ونص وما يتقالش علينا قال الزمالك كبري. لا، احنا وصلنا للمنتهى. والله نفسي الرياضه ترجع زي زمان. نفسي لما تتكلم مع حد اهلاوي يتكلم مع حد زملكاوي يبقى النقاش هادي، يبقى النقاش مجدي. لما لعيب من نادي الزمالك او النادي الاهلي اللي هم مش موجودين، واتكلمت قبل كده، والشات جي بي تي بتاع النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكلنا له كل احترام وود وادب وهو فوق دماغي من فوق، اتكلم وقالها، راجعت المعلومه لقيتها صح. 99% من الاعلام حاليا زملكاويه. هتلاقي 2-3 من بتوع الاهلي، هتلاقي مين؟ كابتن احمد بلال ما بيظهرش بكثره، كابتن وليد صلاح وناس كيوت وعلى حياء. لما تتكلم في ماتش تحليلي بين بيراميدز والزمالك يقول لك انت مالك. اي مباراه للزمالك قصاد اي فرقه مش هتلاقي حد اهلاوي في الاستوديو. تبص بقى لمباراه نادي الاهلي ده باي فريق هتلاقي واحد اهلاوي والثلاثه 4 زملكاوي. تتكلم على التحليل الفني يقول لك انت مالك، شيء ما يخصكش. ويطلع صحفي وناقد رد. انا مش عارف والله الناس دي بتطلع في الاعلام ازاي. اقسم بالله انا مش عارف فعلا الناس اللي بتطلع في الاعلام ازاي. يقول لك الدوري موجه ود الدوري للاهلي. طب ما الاهلي كده بياخد الدوري، هو مستني لما انت تديهوله؟ الاهلي بياخده بلعيبه، النادي الاهلي بياخده بمدربين، النادي الاهلي بياخده باداره، النادي الاهلي بياخده بعرق. النادي الاهلي عنده افضل لعيبه في مصر، عنده افضل لعيبه في افريقيا. النادي الاهلي السنه اللي جايه اسكواد مرعب، معاك 4-5 سنين اخضر ويابس. ما تعمل زي كده، ما تطلع تقول كلمه حق. مش هو الكابتن نبيل دونج اللي طلع مع سيف زاهر وقال لك انا والله في حد من النادي الاهلي مسؤول في النادي الاهلي فوضني وانا ما رضيتش؟ طلع مسؤول النادي الاهلي ورد عليه وذكر اسم اعلامي كان وسطيهم في النص، وسط الهمز اللي بينهم، وطلع اكد كلام الكابتن امين توفيق. انا بطلع اعمل ايه؟ انا كلاعب ايه؟ اخري في الملاعب كام؟ عمري في الملاعب كام؟ 10 سنين 15 سنه؟ ما انا هرجع تاني وهطلع تاني.
وهسيب الكوره. انافق ليه؟ انافق ليه؟ وعشان ايه؟ انا بقول خبر هنا على القناه ببقى متاكد منه مليون في الميه. اول حد وارجع له الفيديوهات اتكلمت قلت زيزو اهلاوي، واتكلمت قلت والد احمد سيد زيزو هو اللي مضى بالتوكيل، اللي هو وكيل ابنه. هو وكيل ابنه. تم توقيع العقد في شهر 3. في شهر 3 احمد سيد اللاعب نفسه وقع في اتحاد الكوره بعد ماتش الزمالك وبيراميدز نهائي الكاس، وتأيد وسافر مع النادي الاهلي. انت مش عارف والله، هي بسيطه. لا زيزو خاين ولا جماهير نادي الزمالك كانت تستحق كده من زيزو ولا اي حاجه. اللاعب كان عندك، انت ما عرفتش تحافظ عليه، انتقل لنادي اخر خلاص. واضرب، هضرب كذا مثل، مش مثل واحد بس، هضرب لكم كذا مثل. اكرم توفيق تم التعاقد خلاص مع الشمال القطري. كابتن رامي ربيعه كابتن النادي الاهلي تم التعاقد خلاص مع العين الاماراتي. والاخر مباراه موجودين وبيلعبوا. لاخر مباراه انا استفدت منه، استفدت من اللاعب النهارده من يناير، واحنا عارفين ان اكرم توفيق مش هيجد، وكان بيلعب بقوه منتهى قمه الرجوله. انت عرضت اوريدي، انت عرضت دي، النادي الاهلي قدم لك عرض، انا 5 قروش، انت قلت انا جاي لي 10. خلاص ده تامينك، انت بتامن نفسك. رامي ربيعه كان معروض عليه 50 مليون في الموسمين، انتقل بثلاثه ب 300 مليون مصري. اللاعب امن نفسه. حقك، انت عايز كام سنه في الملاعب؟ 2 موسمين. حقك ان انت تامن نفسك، وهترجع لبيتك الكبير، ترجع لبيتك النادي الاهلي. طيب بيطلعوا في الاعلام بيتكلموا النادي الاهلي اعمار فوق ال 30، طب انت فوق داخلين على ال 40، طب ما انت عندك النهارده عبد الله السعيد بتتحايل عليه عشان يجدد 41 سنه. عندك شيكابالا النهارده بعد ما قال لك هعتزل، لو خدنا كاس مصر خلاص انا هعتزل، وربنا كرمك وجبت ضربه الجزاء، الضربه الترجيحيه الاخيره وكسب وخدت كاس مصر. لا النهارده في اختلاف بينه وبين مجلس الاداره، لا انا مش هعتزل، انا مكمل، بدون ان انا اخوض في تفاصيل انا اعرفها كويس. اعرف مين اللي بيدمر نادي الزمالك كويس. والله انتوا عندكم رموز بس انتوا مش مستغلينها. انتوا كجمهور او جمهور نادي الزمالك كله، انتوا بقيتوا وصلتوا لدرجه انتوا بتحبوا اللي ينافقكم. بس ارجع واقول الرياضه مش كده، الاعلام مش كده. الرياضه رساله، اي مهنه في العالم هي رساله. النهارده الاعلام رساله. احنا كيوتيوبر كلامنا برضه رساله. انا بشوف قنوات بتنجح في شهر بتعدي الملايين المشاهدات، قنوات ما تلزمنيش في حاجه. انا النهارده بقول اخبار ببقى متاكد منها، ممكن جايز 1% خبر بس هو جاي من مصدر. ممكن اتكلم على صفقه ما تتمش. اول واحد اتكلم عن سيد زيزو انا، اول واحد اتكلم على تريزيجيه انا، اول واحد اتكلم على احمد رمضان بيكهام انا هنا في القناه، اول واحد اتكلم على ريبيرو كنت انا. الاخبار انتهت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.